السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حبيباتي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم راح نشارك معكم مشطو بدون خضر، يعني راح نديروه غير بالبصل والطماطيش البنات، ومش راح نطيبوه بالماء، يعني قطرة ما راح نديروها البنات. هذه لاصوص راهي تاع البصل والطماطيش فقط. البنات تبعوا الوصفة، راح تكون بنينة بنينة ويجيكم ما شاء الله هذا الطبق. تابعوا الوصفة الأخير، ما تنسوناش بلي جام ولي كومنتير، ولا قدرتوا بارطاجيو الفيديو البنات. شوفوا البنات، هنا في الكسرونه تاعي درت مورسو تاع دجاج. نتوما حبيتوا ديروا يعني فخاطين ولا المهم كل الجود بالموجود. انا درت صدر تاع الدجاج، وعندي كميه مليحه تاع البصل، عندي حوالي 3 حبات هكاك، والطماطيش ثاني كميه مليحه. يعني هو راح يطيب المشطو تاعنا غير في البصل والطماطيش يا البنات. بالنسبه للمشطو ثاني غسلته ووجدته نقيته، وراح نبدا مباشره حبيباتي. شوفوا هنا البصل تاعنا راح نقطعوه كيما العاده والعوايد، عادي راح نقطعوه طويل كيما تاع التكتوكه يا البنات. هكذا راح نقطع بلا قطاعيه كيما كانوا يقطعوا جداتنا وامهاتنا بهذه الطريقه هكذا. نقطعوا، نحاول نقطعوا يعني ما نديروهش خشين بزاف. صدقوني البنات راح يطيح انايا طيبته بدون قطره ما درتها يا البنات، ويجيكم بنين عسل. راح يطيب الدجاج هذاك مع البصل ومع الطماطيش والمشطو هذاك، ويجيكم روعه يا البنات. شوفوا نكمل نقطع كاع البصل تاعي هكذا كيما راكم تشوفوا. نكمل كاع الحبيبات هكذا. نشكر البنات اللي راهم يدعموا فيا، والاخوات اللي يدعموا فيا، نقول لهم بارك الله فيكم، ربي يجازيكم. و ما نقدرش يعني نوصف لكم الشعور تاعي وانتم دائما هكا في الدعم تاعكم المتواصل. ربي يحفظكم ويخليكم ليا البنات. بارك الله فيكم في ميزان حسناتكم. نكمل كمية تاع البصل كيما راكم هكا تشوفوا. هكذا البنات كملت الكمية تاعي. واش راح ندير دوكا؟ مباشرة نحط المشطو تاعنا فوق البصل. بس المشطو تاعنا قلت لكم راه منقي ومغسول، ما قطعتوش، خليته هكاك. اللي تحب تقطعوا على زوج تقطعوا، انا خليته هكا. واش نديرو دوكا يا البنات؟ اللي بالنسبه لي زيبيس عندنا غير القرفه وفلفل الكحل. عندي هنا مغرف تاع السمن وشويه تاع الملح وشويه زيت. الزيت راح ندير واحد حوالي 4 مغارف ولا، بس كان الدجاج تاعي ما فيهش الشحم، نحيت هذيك الجلده. ندير واحد 4 مغارف تاع الزيت، مغرف تاع السمن، وشويه فلفل الكحل وشويه قرفه. الا كان عندكم القرفه تاع العود ديروا نص عود، انا درت قرفه عادي. كيما راهي البنات الكسرونه تاعنا نحطها فوق نار، وشنو نار تكون ضعيفه، تكون قليله يا البنات. هذا هو السر باش ما تطيبوش الماشطو تاعكم بالماء. نغطوه ونخليوه على نار قليله. دوك راح نتبع لكم الوصفه يعني بالديتاي. هنا البنات راح نقشر طماطيش تاعنا. شديت حبيبات هكا تاع طماطيش، نحي لها القشره تاعها. القشره هذيك يا البنات انا شاك فوا نحي القشره، وفي بعض الوصفات ما نحيهاش. قولي يا ساره علاش نحي القشره؟ القشره يا البنات راهي تنقص لنا هذيك لي زاسيد اللي في الطماطيش. بطبيعه الحال ما توجعكمش ليستوما البنات كي تنحوا القشره هذيك هكذا يا البنات. انا شاك فوا نحيها في بعض الاطباق هكا نحيها كيما اليوم حبيت نحيها ونرحيوها البنات. دوك نكمل الحبيبات تاوعي كاع ونرحيها هاكا. نكمل نقشر كاع الحبيبات تاوعي. شوفوا انا بكري ماني الله يرحمها علمتني طريقه وانا كنت صغيره البنات. الحبه تاع الطماطيش تغمسها في الماء سخون وتخرجها وتقشرها، هذيك هي الطريقه الصحيحه. انا برك كي نكون نجرب يعني ندير هذه الطريقه. ربي يرحمها ويرحم جميع موتى المسلمين يا ربي، ويرحم والدتي، لا اله الا الله.
هكذا البنات نقشرها ونرحيها في الاشوار. تبعوا معايا فقط، راه الفيديو قصير يا البنات، فيه 10 دقائق فقط، يعني فضلا وليس امرا كملوا للاخير. شوفوا البنات، جبت الاشوار تاعي وراح نقطع هذيك الطماطيش داخل الاشوار هكذا. نقطعها عشوائيا فقط لان راح نرحوها البنات، وراح نزيدوا لها اضافات هذيك الطماطيش هكذا. شوفوا هنا عندي سنينه تاع الثوم، ديروا سنه ولا زوج يا البنات تاع الثوم. عندي ثاني مغرف كبيره تاع طماطم علب، ومغرف تاع العكري هكذا. هكذا نرحي الطماطيش تاعنا. دوك المشطو راه يطيب البنات، نخليوه يتكتك غير على نار قليله، ومن بعد حتى راح يطيب هذاك المشطو باش راح نديرو هذه الطماطيش. مش راح ندير كلش على جيه، نحطها بجيه، نغطيها ونحطها بجيه حتى يوصل وقتها ونديرها. شوفوا الطماطيش اللي تحصلت عليها هكذا. قلت لكم نزيد لها مغرف عكري فقط من اجل اللون. نغطيها ونخليها بجيه. نروحوا نشوفوا المشطو تاعنا كيفاش راهو. هنايا شوفوا مازال ما هذا وين حطيته، يعني حاولوا انكم تطيبوه على نار قليله. الا ما طيبتوهش على نار قليله البنات مش راح تنجح لكم الوصفه، وما يجيكمش بنين وما يذبلش هذاك البصل. صدقوني لاستيس تاعو انك تنقصي للنار تخليه ضعيفه وتغطيه، يطيب المشطو في الماء تاع البصل وفي الماء تاع الدجاج والماء تاعو فقط، ومن بعد نزيدو نديرو الطماطيش. هذيك هي. هنا نوريكم فقط باللي هنا تاني كنت نطيب في الشوربه هكذا البنات، باش هكا انايا نطيب فطور مع العشاء هكا. شوفوا هنا كيفاش بدا. شوفوا الماء اللي تحصلت عليه يا البنات مازال ما نمرقش، ومش راني رايحه نمرقه انايا. ابار الا كنتو زايدين للنار راح تنقص، ما حتجيكش ما تجيكمش لاصوص. الا كنتو زايدين للنار مش راح تجيكم لاصوص، بصح الا كنتو منقصينها راح تحصلوا واحد المرقه الله الله. نخليه يكمل البنات. وهنا وليت ليه تاني زدت حركتو. شوفوني نوريكم في المرقه، شفتوا شحال راهي دوكا راه طايب البصل والمشطو تاعنا راهم طابوا. شوفوا لاصوص، شفتوا لاصوص البنات. هيا نخلوه يكمل باش من بعد نديروا الطماطيش هكذا. نجيب الطماطيش تاعي ونحطها. كمية البصل تكون تعادل كمية تاع المشطو هكذا، ونخلطها شويه شويه ونخليها تزيد تكتك بعقلها. ما تزيدوش للنار البنات، وصيه وصيه ما تزيدوش البنات للنار هكذا. دوك نشوفوها نضربوا طله. شوفوا البنات المرقه اللي ولات، شفتوا البنات مازال ما درت حتى فنجل تاع ماء ومش راني راح ندير صراحه. شوفوا هنا راه الدجاج طايب، المشطو طايب، كلش راهو طايب البنات. شفتوا المرقه اللي تحصلنا عليها بدون اضافه الماء. المشطو الا زدتوا له الماء يعني خلاص. كيكون بالخضره قادرين نزيدوا شويه ماء، بصح كيما كاش خضره كورجات وبطاطا يعني من الاحسن. وشوفوا الرشه تاع المعدنوس اللي تعطيها طابع ما شاء الله. ديروا رشه تاع معدنوس وغلقوا عليها. ودوك راح نطفي انا البنات، طفيت هكذا يا البنات. قدمته مع البراش تاع القارص والرشه تاع المعدنوس. ندوش هاكي تشوفي في المعدنوس ناديه. انا ثاني نحب ندير الرشه هذيك تاع المعدنوس هكذا تجي شابه شابه الله الله. هذه هي الوصفه تاعنا. شوفوا المرقه يا البنات كيفاش راهي، ما زدنا لا ماء لا والو، طيبناه بدون ماء يا البنات. هذه هي الوصفه، ان شاء الله تستفادوا يا البنات وجربوه. اللي ما تعرفش دير هذا المشطو تجربوا البنات، على بالي بلي الكبارات كاع يعرفوا يديروه. هذه هي البنات، نقولكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.